إيه السر اللي خلى حسام حسن يختار حمدي فتحي في قلب الدفاع؟ فتعالى كده نقارنه بسرعة مع ياسر إبراهيم ونشوف حمدي أضاف إيه. هنا استلم من شوبير وقرر يلعب الكرة طويلة وخلاص، هدية لأسبانيا يعني علشان نفضل تحت الضغط. هنا بيغطي وألف به دفاع بتطلع الكرة الصعبة على الجنب طالما مش هتسلمها لحد. بس مع ياسر مفيش أساسيات، بيديها لداني أولمو. هنا ياسر بيضغط وبيطلع من مكانه، بس لا منه أخد الكورة ولا منه عطل الهجمة. وتعالى بقى نقارن الكلام ده بحمدي فتحي. هنا حمدي بيشوف فران توريس نازل يستلم فبيطلع وراه، ومش بيطلع وخلاص، ده بيطلع ويقطع. واوعى تفتكرها صدفة، طالما حمدي ضغط يبقى هيقطع أو هيعطل. ودي كرة تانية لإثبات نفس الفكرة، موقف 1 على 1 وقدام لامين يامال، مفيش مشكلة، ده أنا هقطع الكورة وهحجز عليها واخد فاول. طيب ياسر طلعها أي حاجة وراحت لفران توريس وهيبقى انفراد، ما عندكش مشكلة، طالما حمدي فتحي موجود هيطلعها في الوقت المناسب، عرضية خطيرة، ولو راحت لتوريس هيجيب جون 100%. حمدي فتحي لدينا لا خوف علينا.